أوقفت محكمة التحكيم الرياضي كاس قرار منع النادي الأهلي من التسجيل فترتين إلى حين صدور قرار نهائي في قضية الجامايكي لويس كيربان اللاعب السابق في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك وفقا لما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي في تويتر. أكد النادي في بيان أنه تم قبول إجراءات التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في القضية. وأوضح البيان: صدر قرار من غرفة فض المنازعات لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بصالح اللاعب لويس جيربان والقاضي بسداد إجمالي مبلغ $2,200,000 عقوبة رياضية بإيقاف النادي عن التسجيل لفترتين نظامية. وتابع البيان: وعليه قامت الإدارة القانونية بالتنسيق مع عدد من المكاتب الدولية ذات الخبرة القانونية برفع استئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي كاس. وعلى إثر ذلك تم تقديم دفوع النادي في هذا الخصوص لمحاولة إلغاء القرار وفقا للمسوغات القانونية التي تحددت في ضوء استراتيجية هيئة الدفاع. واختتم البيان: وعليه تم إبلاغ النادي بصدور قرار من هيئة التحكيم بقبول التدابير الاحترازية وإيقاف قرار منع التسجيل حتى صدور القرار النهائي في هذه القضية.